من اكتر المشاكل اللي بتواجهني انا شخصيا في العياده لما اجي اتعامل مع بيشنت ريحه نفسه مش كويسه، بجد الموضوع صعب موت. يعني بتبقى انت عايز الارض تنشق كده وتبلعك كدكتور اسنان، او بتبقى عايز تلبس 10 كمامات او 10 ماسكات فوق بعض، لان يا جماعه الموضوع محرج جدا ومؤذي نفسيا جدا الى اقصى درجه تتخيلها. ففي نوعين من الاشخاص في المشكله دي، في ناس عارفه ان هي عندها ريحه نفس مش كويس وعادي ومش شاغلين بالهم ومهملين، وهو ده انا اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه. وفي نوع تاني من الناس عارف ان عنده المشكله دي وبيحاول يحلها بس مش عارف يحلها ازاي. وفي ناس تالتين خالص بقى، في جروب تالت هو مش عارف اصلا ان هو عنده المشكله دي. وتفر حضرتك انهي واحد في الناس دي كلها، تعال نشوف المشكله دي، لان احيانا بتكون انت الشخص التالت اللي عنده المشكله وهو مش عارف هي عنده ولا لا. تعال نعرف ايه الاسباب وايه الحلول ونحلها دلوقتي مع بعض ببساطه شديده. عايز اقول لك يا صديقي انك ممكن تكون بتغسل اسنانك مرتين في اليوم وملتزم جدا، ومع ذلك عندك رائحه نفس مش كويسه. السبب ممكن يكون، خلي بالك بقى، 80% من الاسباب ليها علاقه بالاسنان، و20% من الاسباب ليها علاقه بالمعده والجيوب الانفيه. تعال نتكلم على مشاكل الاسنان بما ان انا دكتور اسنان. اول حاجه ممكن يكون عندك تسوسات في بعض الاسنان متراكم جواها بكتيريا، البكتيريا دي بتعمل ريحه نفس طبعا سيئه. تاني حاجه ممكن يكون عندك التهابات في اللثه، او يكون عندك جير متراكم تحت اللثه بيسبب رائحه نفس مش كويسه، او تكون شخص مش بتغسل لسانك. يعني انت ممكن تكون بتغسل اسنانك بس بتنسى تغسل لسانك. لسانك ده بيتراكم عليه طبقه، الطبقه ديت ممكن تتسبب او يعني بتتملي بكتيريا بشكل كبير جدا، وبالتالي بتسبب نفس المشكله. ممكن يكون عندك خراج تحت الاسنان في صديد، فبالتالي بيطلع ريحه مش كويسه وبيسبب لك ريحه نفس مش كويسه. على فكره كمان ممكن يكون عندك تركيبات قديمه متراكم حواليها بكتيريا كتيره، التركيبات دي محتاجه تتغير. وحاجه اخيره، ممكن تكون عامل تقويم، والتقويم ده بيتراكم حواليه اكل وانت مش بتعرف تنضفه كويس، او ما غيرتش الواير بتاعك بقالك فتره، وبالتالي القطاي اللي حوالين السلك دابت من كتر البكتيريا، واكيد هتسبب ريحه نفس مش كويسه. الحل يا صديقي انك تعمل كشف شامل لاسنانك، نعد فيه كل المشاكل اللي موجوده ونعالجها، وباذن الله 80% من الناس زي ما هو 80% من المشاكل ليها علاقه بالاسنان، 80% من الناس المشكله دي هتختفي عندهم تماما، و20% هنحولهم على دكتور انف واذن او دكتور بطنه علشان يبدا يشوف هل في ارتجاع في المريء، هل في اللوز، هل في جيوب الانفيه فيها مشكله مسدوده، او عنده اللحميه، او ايه بقى اسباب تانية كتير لها علاقه بالبطنه والجيوب الانفيه، ويحلوها ويعالجوها معاك باذن الله. فما تسيبش نفسك تعاني من احراج كبير ومن مشكله سيئه جدا مجتمعيا علشان حاجات حلها بسيط جدا وسهل. طالما انت سعيت وخدت بالاسباب، ان شاء الله ربنا يوفقك وهتتخلص من المشكله دي تماما. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا فولو عشان لسه اللي جاي كتير. وهستناك في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.